تخيل مصر حوالي سنة 1700 قبل الميلاد. الأهرامات قائمة، المعابد شامخة، لكن خلف هذا المجد الدولة تضعف، السلطة المركزية تتفكك، الحكام المحليون يتصارعون، الاقتصاد يتراجع، وفي الشمال كان شعب غامض يزداد قوة بهدوء. لم يدخلوا مصر بجيش ضخم في البداية، دخلوا كتجار، كرعاة، كمهاجرين يبحثون عن فرصة، ثم في لحظة ضعف تاريخية استولوا على الحكم. من هم؟ كيف سيطروا؟ وكيف تحولت هزيمة مصر على أيديهم إلى شرارة إمبراطورية عظيمة لاحقاً؟ هذه هي القصة الكاملة. نحن في أواخر الدولة الوسطى. الأسرة الثانية عشرة كانت قوية، لكن بعدها بدأت السلطة تتفكك. حوالي سنة 1800 قبل الميلاد بدأت ما يعرف بالفترة الانتقالية الثانية. لم تعد هناك سلطة موحدة تحكم البلاد من الشمال إلى الجنوب. ظهرت أسر محلية في الدلتا، ضعفت هيبة الفرعون، وتقلص نفوذ الجيش. وفي هذه الأثناء كان شرق الدلتا مفتوحاً أمام الهجرة القادمة من بلاد الشام. الاكتشافات الأثرية في تل الضبعة، الاسم القديم أواريس، تظهر وجوداً آسيوياً واضحاً منذ حوالي 1850 إلى 1700 قبل الميلاد. منازل بطراز شامي، فخار غير مصري، طقوس دفن مختلفة. لم يكونوا غزاة بعد، بل جالية تكبر تدريجياً. الاستيلاء على الشمال. حوالي سنة 1650 قبل الميلاد سقطت الأسرة الثالثة عشر في الشمال. في هذا الفراغ السياسي أعلن حكام أواريس أنفسهم ملوكاً. هكذا بدأت الأسرة الخامسة عشرة. سيطروا على الدلتا بالكامل، منفس، أجزاء من مصر الوسطى. أما الجنوب فبقي تحت حكم أسرة محلية في طيبة، الأقصر الحالياً. مصر أصبحت منقسمة رسمياً إلى دولتين. التكنولوجيا التي غيرت الحرب. لم تكن قوتهم في العدد فقط، بل في السلاح. أدخلوا إلى مصر الحصان الحربي، العربة ذات العجلتين حوالي 1600 قبل الميلاد، القوس المركب، الخناجر والسيوف البرونزية المتطورة. في ذلك الوقت كان الجيش المصري يعتمد على المشاة بشكل أساسي. تخيل صدمة مواجهة عربة سريعة تجرها الخيول، تطلق سهاما بدقة وتنسحب قبل أن تتمكن من الرد. هذه كانت ثورة عسكرية حقيقية. حكمهم لمصر 1650 إلى 1550 قبل الميلاد. عاصمتهم أواريس. حكموا قرابة 100 عام، ومن أشهر ملوكهم ساليتيس، يعتقد أنه أول ملوكهم. خيان أبوبي بالتحديد وسع نفوذه جنوباً حتى مشارف طيبة. لكن من المهم جداً أن نفهم، لم يدمروا مصر بالكامل. تبنوا ألقاباً ملكية مصرية، عبدوا بعض الآلهة المصرية خاصة الإله ست، حافظوا على الإدارة والضرائب. كانوا حكاماً أجانب، لكنهم لم يمحوا الهوية المصرية. في الجنوب كانت طيبة تزداد قوة. الأسرة السابعة عشرة بدأت تستعد للمواجهة. تظهر بردية مشهورة تحكي قصة غريبة. ملك الشمال يرسل رسالة إلى ملك طيبة يشتكي فيها من أصوات أفراس النهر في الجنوب. قد تبدو قصة ساخرة، لكنها تعكس توتراً سياسياً حقيقياً. الجنوب لم يعد يقبل الخضوع. الملك سقنا رعتاع كان أول من رفع السلاح بوضوح. قاد تمرداً ضد الشمال. نتيجة المعركة، جمجمته التي وجدت لاحقاً تحمل آثار ضربات فأس وسيوف، إصابات مباشرة في الرأس. مات في ساحة المعركة على الأرجح. كانت رسالة واضحة: الحرب بدأت ولا عودة للوراء. كامس التصعيد الكبير. خلفه ابنه كامس، أعلن نفسه ملكاً على مصر كلها رغم أن الشمال لم يكن تحت سيطرته. قاد حملة عسكرية شمالاً، سجل انتصاراته على ألواح حجرية عثر عليها في الكرنك. يذكر أنه هاجم مواقع في مصر الوسطى وضيق الخناق على النفوذ الشمالي.
لكنه توفي مبكرا والحرب لم تحسم بعد. أحمس الأول، الحسم النهائي. ثم جاء أحمس هو الذي غير كل شيء. حوالي سنة 1550 قبل الميلاد شن هجوما شاملا، استعاد منفس ثم تقدم نحو أواريس. المصادر تشير إلى حصار طويل، وأخيرا سقطت العاصمة. لكن أحمس لم يتوقف، طاردهم حتى جنوب فلسطين، وحاصر مدينة شاروهين لمدة 3 سنوات تقريبا، سنة تقريبية 1540 قبل الميلاد. تم القضاء على نفوذهم نهائيا. ماذا حدث بعد الطرد؟ هنا المفاجأة. مصر لم تعد دولة منغلقة. أحمس أسس الأسرة 18 وبدأ عصر الدولة الحديثة. تحولت مصر من دولة دفاعية إلى دولة توسعية. تم غزو النوبة جنوبا، بلاد الشام شمالا. تم تبني العربة الحربية في الجيش المصري. أصبح المصريون أساتذة في استخدامها. ما كان يوما سلاح الغزاة صار سلاح الإمبراطورية. هل كانوا شرا مطلقا؟ النصوص المصرية تصفهم كفوضويين وغزاة، لكن علم الآثار يعطينا صورة أكثر تعقيدا. لم تحرق المدن بالكامل، لم تختفي الثقافة المصرية، بل حدث تفاعل حضاري. ربما كانوا نتيجة طبيعية لزمن ضعف وليس كارثة سماوية. وربما من دونهم لم تكن مصر لتتحول إلى إمبراطورية عظيمة في عهد تحتمس الثالث ورمسيس الثاني لاحقا. تاريخهم استمر حوالي قرن، لكن تأثيرهم امتد لقرون. هم الشعب الذي أسقط مصر، لكنه أجبرها أن تكون أقوى. والسؤال الذي يبقى: هل كانوا غزاة فقط، أم كانوا اختبارا تاريخيا نجحت مصر في تجاوزه؟ التاريخ لا يعطينا دائما إجابة واضحة، لكنه يترك لنا الأدلة، ونحن من نختار كيف نقرأها.